شيخ أنا عندي حلم، تحلمت لأني على سيارة زوجتي السابقة رايح لزوجتي الثانية، وفي خلاف بيني وبينهم كلهم. في الحقيقة ولا في الحقيقة الأولى معطيها طلقة زوجتي الأولى، وأنا على سيارة رايح صوب زوجتي الثانية في خلاف يعني مع عائلتها مو معها. أنت كم معك امرأة؟ الحين ما عاد عندي أحد. يعني طلقت الأولى طلقت الثانية؟ الأولى أعطتها طلقة، الثانية هي اللي خلعتني. ما تخلعك في الشرع، هي تخترع نفسها يا رعاك الله. والله ما أدري يا شيخ. لا، كلمة خلعتني ما شرعا هي يعني تفتدي بنفسها وتخرج، يعني تخرج من حياتك، ما تخلعك. ما في شرع، ما في الدين إن المرأة هي التي تخلع الرجل. هذه المخالعة تخصها هي شرعا. ما تقول والله ان المرأة خلعتني، خلاص يا حسن على خشم إن شاء الله. هذا لو طالعين يعني بعض النساء دي ضد الرجال يكتبون في السوشيال ميديا خلعته، ما خلعت، هي افتدت بنفسها وخرجت من حياتك. خرج. هذا اللي نقوله دينا شرعا، وانت نعم فيك. لكن المرأة الاولى ذيك هجت وهذه طلقتها. والله هذا شيء مكتوب. اسمعني، أنت رجل ملتزم، يعني ليش؟ يعني نبى نقول الثالثة ما نبها لا تطلق ولا نبها تنخلع. ها؟ يلا الحظ هجم الحظ. معك يا شيخ. سمي حسن، هات منام. والله هم يا شيخ بعطيك المنام، وقبل المنام نحمد الله ونشكرهم، كانوا اخوات نفس بعض وحياة زينة، بس ما ادري اللي جاء، ما ادري عين، ما ادري والله، ولا هم غالين ويبقون غالين. حلمت اني على سيارة زوجتي السابقة رايح لزوجتي الثانية، وجيت ووقفت عند البيت ونزلت، عمتي موجودة ونسيبي وزوجتي. ضميت زوجتي وحبيت راس عمتي، وفي سيارة واقفة اسم عمي أخو أبوي سعد، سيارة ديدسن بيك اب، كانها محروقة، كانها قديمة واضحة، كان أقول تبعوني إياها السيارة ذي، يعني متعجب من السيارة ذي. بس يا شيخ. وزوجتك معك اللي طلقتها طلقة؟ لا ما هي معي. ترجع لك اللي طلقتها طلقة، يعني الثانية ما هي براجعة، يعني ما لها دخل ضمتي لها ومجية صوبها. والله يا أخوي المشكلة إنك راكب سيارة الأولى وأنت تبغى الثانية. إيه نعم. الهوى بالثانية اللي هي خلعت نفسها، واللي أعطيتها طلقة ملك هوا فيها. والله هي عيالي تاج راسي، بس الثانية أنا أنصح بالأولى، خذها نصيحة. الله يجعل شاي من جابك الجنة. ارجع، شفت الأولى ذي طلقتها طلقة، أنا أنصحك تردها إن شاء الله على خشم في حفظ الرحمن. الله أعلم. لو سمحت يا شيخ، حلمت إني صحيت من النوم وإني ما أشوف بعيوني الثنتين. ما تشوفين؟ ما أشوف زين يعني. فلما أفتح وأسكر عيوني، غمض وأفتحها اليسار، بديت أفتح شوي، لما قمت على المراية كأنه في غشاوة بيضة على عيون الثنتين. طلعت زين وأفتح وأسكر، كأن عين اليمين صار فيها حول. رحت مشيت لقيت أبوي، لما جيت عند أبوي قلت له بشوف عيوني ثنتين، شافه وكأنه في ضحكة هو، فقال أنا أعرف الدكتور زين، تروحين يمه. فقلت لا، زوجي يعرف. فلما رحت من زوجي كأنها على هيئة أخوي الكبير، فقلت لها بروح المستشفى، قال لا خليها بكرة. زين. فأنا زعلت ورجعت قلت شلون إني أنا تعبانة وهو موديني زوجي. فرحت عند زوجاتي، كان متزوج علي 3، فجيت وضربت الصغيرة، قلت كل منها هي اللي يعني تسمع كلامها أو شيء، هو يسمع كلامها. وصحيت من الحلم. كم لك زوجة يا مسام؟ تقريبا 16 سنة. متى رأيت منامك؟ يمكن من قبل كم شهر كذا، 3 شهور أو 4. زوجك كم زوج امرأة؟
بس أنا. انت تزعلين يا مسارة؟ غضبك شديد شوي. لا والله عادي. في امور في الحياه غامضه عليك ما ترينها، تجهلينها، تبحثين عنها، تبحثين تعرفينها في حياتك، اللي هي ما تشوفين بعيونك الثنتين، ثم صار الضباب، ثم صار الحول. يعني حيختلف عليك بعض الامور، لا فهمتي بعض الاشياء. يعني أمور بالحياة الزوجية يعني ولا كيف؟ لا ما ادري، العلم عند الله، انا اتكلم عن حياتك. في غموض، وين الغموض هذا ما ادري. وحتبحثين انت، ما تصبرين، يعني حتبحثين حتى تشوفين. يعني تتعلق بزوج ولا بعيالي ولا كيف؟ العلم عند الله. أنا الآن عندي طفلة تعبانة. فمرة أنت فسرت حلم شو اسمه، أن العيون إما يكون الأب والأم أو يكون الأولاد. لا هو في المنام هذا انك انت شوف، قلت لك الغضب، قلت لي بعيد عني الغضب، الامر يخصك. عدم وضوح، يقول والله فلان الله وهب له البصيره. يا ام محمد قصر الصوت، اكتم الصوت، يا الله ام محمد اكتم الصوت يا ام محمد. طيب مع السلامه يا احمد، ما كتمت خلها. يقولون فلان وهبها الله البصيره، وش معناته؟ يعني وضوح كذا، معرفه شيء، صح ولا لا؟ صح. هذه المعرفه تغيب عليك، انت ما تشوفينها، ولكن تبحثين عنها ثم تظهر لك. لكن لا ظهرت، اسال الله عز وجل يحفظك، ما لها دخل في حياتك الزوجيه، لا هي في الحياه عندك. والله اعلم. اسال الله عز وجل يحفظك ويشفي بنتك يا رب يا مساعد.